نعاود ليكم المصيبة الكحلة اللي كانت غتوقع ليا في الطوبيس أنا ووليداتي، غير ربي حفظني. الراجل ناض تعصب عليا حدا الناس، علاش؟ هي حيتاش ما بغيتش نوض ولدي من بلاصتو باش نجلس مرا حاملة. هادشي وقع في ايامات الحزقة والميزيرية، على هلا يردهم. كنتفكر دوك الايام ما غيفهمونيش بزاف د الناس، ولكن ملي غتكملوا القصة غتفهموا كلشي، حيت كتخليك تلاقى مع شي نماذج بحال هاد الشخصية اللي غادي نعاود لكم عليها دابا في هاد الفيديو هذا. بدات القصة نهار مشيت انا وبناتي لدار جداتي اللي جات في واحد المدينة. كانوا مجموعين خالاتي كلهم وحتى ماما تما كيتجمعوا. مرة في شحال كنتجمعوا عند جداتي كاملين، كندوزو وقيته زوينة. في واحد النهار قررنا احنا العائلة مجموعين مع بعضياتنا نخرجوا، نتساراو شي شويه في هذيك المدينه. بما انها كانت حازقه علينا الايام فكرنا نركبوا في الطوبيس، وندمت اللي ركبت فيه الصراحه. لبسنا قادينا ومشينا. مشينا لبلاصه الطوبيس، بقينا شادين النوبه حتى على ما يجي، وحنا واقفين تقريبا شي ساعه بحال هكاك وحنا كنتسناو فيه. هنا غير باش تعرفوا الخرجه المعكسه من الاول، يعني الخرجه المعكسه بقينا تسناو الشموشات كتشوط فينا و... والعروقات، يعني داك اللبس وداك الشيء. المهم جا شويه ويجي داك الطوبيس، ركبت انا وماما وخالاتي وبنياتي. طلعنا ركبنا، كل واحد شد بلاصتو. انا جلست حدايا بنياتي، ماما راه فينا، خالاتي كل واحد شد كرسي ديالو وصافي. تحرك واحد شويه. راكم عارفين الطوبيس كيزيد شويه كيوقف، كيزيد شويه كيوقف، يعني باش كيركب الناس، كينزل الناس، كيركب الناس في المناطق اللي بغاو. وصلنا لواحد المنطقه بالضبط وهو ينزل واحد الفئه وطلعت واحد الفئه. طالعه واحد مرا حامله مفركه رجليها، كتمشي كتميل هكا على هاد الجنب وعلى هاد الجنب، تبوحيط كاع حملنا. ماشي تا ديك الدرجه، المهم هي كتبان موقده مع راساتها ولكن زايده فيه، يعني الفشوش اكثر من القانون ديال ديك الحركه اللي كدير. فهمتوا؟ فايته القانون. جاتو كتميل بحال هكا، جا واحد الراجل ناض كيطير من المقله، قال ايوا كيشوف بقى كيشوف هكا اللور، كيشوف ويشوف من جهتي. انا مشيتو كيشوف بجهتي، درت جهه الزاج بقيت كنشوف على برا، كندير راسي كاع ما شفتو. كيقول ليه وبواحد الطريقه همجيه ماشي مؤدب وداكشي. نوضي خلي السيده تجلس، نوض بنتك خلي السيده تجلس. جيت درت راسي ما كنسمعوش، عاودها المره الثانيه درت راسي ما كنسمعوش. واحد اللقطه عصبني حيت ما بغاش يسكت. ملي انا قلت غنميك عليه صافي راه السيد غادي يسكت، لا ما سكتش، بقى زاد فيه. جيت انا ما شفتش جهته ولكن غوت بمجهد باش يسمعني. قلت اللي بقات فيه المراه ينوض هو يخليها تجلس بلاصتو. ايوا يا ريتني ما كنتش هدرت، يا ريتني ما كنتش هدرت. ناض السيد غيتفرقع، وقف واقف ودار جهتي. ويلي ويلي ويلي، عرفتو طليتو خضر. بقى يهدر وحنا مني كنا صغار، عرفتي راه كان غياكلني، راه كان غادي ياكلني نيشان. والمصيبه كون هي بقى في بلاصتو، ناض من بلاصتو كان تقريبا في الوسط، وجا حتى لحدايا ووقف عليا. عرفتي الكشكوشه ديالو بغات تخرج. صافي انا عرفتي يبس داك الساعات وتجمدت ودرت لجهه السرجم وبقيت كنقول يا ويلي شداني، اش داني نهضر وعلاش مشيت، واش داني نركب شي طوبيس اصلا، واش داني نخرج وبناقص من شي خروج. عرفتو راه بقيت كنقول يا ربي فوقاش غير يوصل دغيا وننزل، ولا ننزل دابا انايا نمشي نكملها على رجلي. صافي ديك الوقيته هذيك عرفت بانني انا ما كانش خاصني نهضر، كان خاصني نميك نخليه يهضر تيشبع. غيعيا بقى يهضر تما حتى لغدا الصباح. بقى عرفتو
شدتني الخلعه، ويلي استغفر الله العظيم، ويلي واحد البلاصه راه ما نعاودش ليكم، ما ندخلش في لي ديتاي. وتخلعت قلت ويلي ويلي هاد البلاصه، وعندك يكونوا عنده صحابو باين فيه حتى هو شمكار السيد، وراجل زعما في الخمسينات بحال هكاك، ولكن باينه فيهم دوك المقطعين. يا ودي شداني نهضر، واش داني وغير كون بقيت غير ساكته. المهم وانا صراحه كان خاصني نخرج ديك الهضره علاش حيت عصبني، ولكن في الاخر تخلعت. قلت ويلي ويلي، عرفتي هاد البلاصه عندك يكون عنده صحابو تما معروفين صحاب التشرمين الشرموله. المهم عرفتي عاد سرات معايا انا في واحد المنطقه راه فيها لا حول ولا قوه الا بالله. المهم ايوا يا سيدي، طلعني طلعني صافي، وهكاك وما نطش ما نوضش، حيت انا بناتي كيردوا الا مشيت حتى خليت وقفتهم غيبقاو يردوا، وبنادم مقطع لبناتو بلاصه مخلص عليها الفلوس باش تجي تنوض، هذيك السيده هذيك تبقى جالسه في دارها ما تنوضش، ما تمشيش تركب في الترونسبور. حنا ما كنا كينوض لينا حتى شي واحد. كاينين بزاف الناس يقدروا يقول لك لا، وهذيك غير من باب الاحترام، والسيده متقله وراه متقله حامله، ماشي راه تقدر تبقى واقفه كيف ما تقدر تمشى، راه غتقدر تبقى واقفه عادي. راه الناس حاملين كيديروا الرياضه، كيهزوا الاثقال راه شفتوا السيده داك النهار حامله وكتهز البارات ديال الحديد كدير رياضه عادي، ما وقع لها حتى مشكل. هذه شنو فيها الا بقات واقفه زعما؟ ما وليش شد بلاصتو الاول يجلس فيها سالينا، حيتاش انا غيبداو يردوا ليا ما نبقاش خارجه ديك الساعات، غنولي خاصني نمسح، خاصني الماكي. تجنبت هاد القضيه، اللي حامل ولا ما قادرش يشد بلاصه يجلس في دارو صافي. المهم خرجت سالمه الحمد لله. السيد بعدا صافي في الاخر بدا يهضر فاش شافني ميكت انايا ودرت الزاجه وجات الميمه من لهيه، نغزاتني قالت لي سكتي سحاب، لا باقي غنزيد نهضر. وانا قلت غير ديك الكلمه وندمت على النهار اللي خرجت من الدار، ولا فكرت اصلا غير باش نخرجوا، قلت كون بقيت بحالاتي غير ناعسه في الدار وما نخرجش نطيح في هذا الموقف. المشكله هو ان في الاخر لقيت راسي في واحد البلاصه، وهذاك الشخص اللي قدامي كنتو تشوفوه كيفاش داير، غادي تفهموني انا علاش تخلعت وعلاش ندمت. والمنطقه اللي كنا فيها اشنو هي، فهمتوا؟ هذا هو اللي انا خلعني، وانا عاد كنت باقي غنزيد نهضر. وهو راه صحيح مع راسو زعما، كون دوخ لها تجلس يعني 50 عام، راه باقي شاد في راسو، راه ماشي شارف. هو ماشي شي واحد شيباني حتى ديك الدرجه اللي زعما ما غيقدش ينوض هو يوقف ويخلي المراه تجلس بلاصتو. منين بقات فيه تبقات فيه حتى هذاك راه دري صغيور، حتى هو غادي يقدر يرد، حتى هذيك الدريه صغيره تقدر ترد. بنيته صغيره راه حتى هي كتوقف كدوخ، هي جالسين وكيدوخوا، فما بالك منين كيوقفوا. شي واحد خالتي حتى هي غوتت عليا ملي قالت لي شدك تهضري، سكتي دارت لي بحال هكا. ويلي صافي بقى واقف عليا قدام الكرسي كيغوت، وانا ما حركتش وجهي من الزاجه، وانا كنطل فيها، وعرفتو عالم بيا غير سيدي ربي اللي خلقني. حتى شي واحد ما قادر، علاش؟ حيت قلت لكم ما كون شفتو كمارتو غادي تعطيكم الخبر وغتفهموني علاش انا كنهضر. صحاب لكم عقلت على شنو كان كيقول، راه بحال لا انا مرفوعه، عرفتي بحال لا انا هو راه كنسمع الزنزين ديالو كيهضر والله ما عقلت اشنو كان كيقول ولا شنو قال ولا شنو، ما عرفتش، ما بقيتش عاقله. حدي كنسمعت لكم التشاش ديال هضرته، وانا راه كنت سائل مع راسي وكنقول يا ربي غير نخرج غير منها، غير نفلت منها صافي، حيت صافي عاد حسيت بالخطر شنو هو وفين انايا وعلاش. وديك الكلمه اللي قلت اللي بالرغم انها حقيقيه خاصها تقال، ما كانش خاصني نقولها صافي. واحد اللحظه هو حبس الطوبيس، منين حبس وهو ينزل اش قال لي في الاخر؟ والله ما عقلتش صافي ونزل. عاد حسيت براسي تنفست، وعاد حسيت براسي عاد حسيت براسي صافي، راه واقيلا فت واقيلا مرحله الخطر. وهكاك بقيت كنقول ويلي عندك ننزل نلقاه في شي بلاصه كيتسناني جايب ليا صحابه ولا جايب شي حاجه يدير ليا شي كارثه او يدير فيا. المهم اسئله بزاف كيدوروا ليا في دماغي. ندمت فاش هبطنا قلت الحمد لله يا ربي، الحمد لله يا ربي ما وقع حتى شي حاجه. عمرني علماتني قالك عمر داود لا عاود ما بقيش نهضر، ما نهضرش، خليه يطرطر تيشبع وغيسكت. انا ما غنوضش من بلاصتي ويمشي ينطح راسو مع الحيط، ندير راسي بحال انا راس مكا صمون بوكمون. فاش هبطنا من الطوبيس صبطاتني ماما وخالتي
كلهم يعني خالاتي كاملين، واحد أكثرية واحد خالتي، وقالت لي: "اش داك تهضري وهي المسخوطة ولاش تهضري؟" وكانوا غيشدونا هنايا مع شنو يديروا، بقاو يشوفوا فيك نتفرجوا فيك كتاكلي في سميتو هاد البلاصة كيفاش، ديك البلاصة ماشي هاد البلاصة اللي نزلنا فيها، بلاصة واحدة أخرى. وعرفتي قلت لها: ودابا هدرت، قلت لها: عصبني، قلت لها: عصبني السيد، واش انا مخلصه على بناتي البلاصه؟ هو قالت لي: واخا يا كنتي جالسه، قالت لي: وبقاي ساكته طلي في السرجم وسكتي، ديري راسك ما انت ماشي هنا. حمدت الله وشكرت وقلت: عمري ما باقي نهضر، عمري ما باقي نهضر، صافي ما حدي انا شاده بلاصتي وجالسه فيها. صافي نسكت بلا ما نهضر، خليه يهضر تيشبع. هذيك الا جا شد فيا وبغى ينوضني صحه، هذيك الساعات هضره اخرى، وحتى شي واحد ما كنظن غيتجرأ يديرها. هو انا وانايا كنعقلو في ايامات زمان، كانوا الصغار كينوضوا باش يجلسوا الكبار، ولا كانت شي وحده. المهم هادشي باش بدا به في الاول اللي كنت كنسمع. من بعد فاش شفت القضيه حامضه وناض وقف عليا، تما ما بقاش تنفس، ما بقاش كيطلع ليا مقاد، بقى عاد غنصنت على الكلام اللي كيقول. صافي تفصلت على العالم، وليت كنحس براسي بحال في الهواء كنطير، بحال طايره في الهواء. وهو باقي صحيح في الخمسينات. نوض انت كنت صحيح تجلسها. علاش باغي تنوض ليا انايا بنتي صغيره تقول لها نوضي، تمشي تقيه ليا انايا، يبقى يخرود فيها الطوبيس تقيه. وراكم عارفين الطوبيسات، راه القلب ديالك كيتمخض، كاع ديك الماكله اللي كلاو في الدار يحطوها تما. ايوا ما بقيناش خارجين حنا ديك الساعه، غنوليو في المسيح والتبدال وبزاف ديال الحوايج، وهاديك الساعات كنا بقيناها في الدار حسن لينا وما غيتقياو ما والو، وغادي نكونوا ترونكيل. صافي ديك الخرجه ما حلات ليا ما حتى شي حاجه، ما كان عندها حتى شي طعم، صافي حيت تخسر البروغرام من الاول. من البدايه القضيه ما كانتش زوينه. المهم غير نقول مشفنا راسنا، خرجنا. صافي كملنا الخرجة ورجعت للدار. كانت هذه تجربتي مع هي كان عندي بزاف ديال التجارب معاه، ولكن مع الطوبيس، ولكن هذه بالضبط اللي مؤخرا اللي بقى زعما جديدة. اما كاينين بزاف. صافي هنا تعلمت انني الا ما كانتش لي الضروره بلا ما نهضر ما كاينلاش. المهم كانت هذه هي نهايه ديال هذه القصه ديال الطوبيس. كانت تجربه خايبه. تما فكرت انني اللهم نبقى نمشي في، ولكن هي صراحه الحسقه هي اللي كديرها. بنادم ما كيكونش عنده الفلوس كيضطر انه يتخشى مع القماقم اللي مزيان واللي ماشي مزيان. كتلقى ناس نقيين مؤدبين مزيانين، وكتلقى واحد النوع واحد اخر لا حول ولا قوه الا بالله. فهمتوا؟ صافي خليو لي الرأي ديالكم في التعليقات، شكون واقع عليه شي حاجة بحال هادي، وشنو بان لكم؟ واش كان بصح خاصني نوض بناتي ونخلي المراه تجلس، ولا فعلا ديك الهضره اللي قلت صحيحه، ولا بصح الراجل كان خاصو هو اللي قال ديك الهضره، خاصو هو الا بقات فيه ينوض هو ويخليها تجلس. صحيح ما فيه حتى مشكل، وقف فاش وقف تبارك الله بالطوله قدو قداش وما عنده حتى مشكل. خليوا لي كيف ما قلت لكم التعليقات ديالكم، الرأي ديالكم، نعرف واش كان عندي الحق ولا لا. وما تنساوش عفاكم اللايكات وتابوناو، اللي مازال ما مابونيش في القناه يتابونا، حيت كل نهار قصه جديده. تكملوا معايا السلسله ديال الرجل القمار والنرجسي اللي تجمعوا فيه جميع المواصفات الخايبين والخبيثين في هاد القناه هذه.